يا مساء الخير والعافية عليكم حبايبي، شلونكم؟ يا ربي كلكم تكونون بخير وانتوا تشوفون فيديو اليوم. نبلش فيديو مالتنا بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شلونكم بنات؟ شلون صحتكن؟ يا ربي كلكن بخير وسعادة. مثل ما تشوفون اليوم حبيت أشارككم اليومي. أختي اليوم آخر العنقود المتزوجة جتي علي، حبيت أشارككم يومي. أتمنى يا ربي الفيديو يعجبكم اليوم، ولا تنسون إذا عجبكم الفيديو تحطون لايك وتشتركون بالقناة، أكيد هاي الأشياء يعني تعرفوها بعد. المهم حبايبي، هنا مثل ما شفتوا الجوي ونور البيت، ومثل ما تشوفون لازم بعد نبلش بالأكل. طبعا هو شلون صار غد هيك عشاء، يعني غدا متأخر، ما أعرف شو تسموها سموه زين، بس هو يعني صار هيك متأخر حيل، لأن احنا أصلا دا نقعد متأخر، وهاي العادة طبعا حيل سيئة بشكل. ودا والله دا أرجع يعني أغير نومتي، وإن شاء الله يا ربي إنه أقدر على هذا الشي، لأن السهر والقعدة متأخر أبد أبد ما بيها بركة، وأبد ما حلوة الصراحة. المهم حبايبي، نرجع للفيديو مالتنا. مثل ما تشوفون اختي هنا، طبعا هاي اختي زين، حبت قالت، طبعا مو اني شغلتها اكيد، يعني هي بارادتها بكامل قواها العقلية قالت اني خل اسوي السمك، انا اغسله وكذا يعني. زين قلت بما انه هي تحب السمك، قلت خلي اليوم ان شاء الله اجيب لها السمك ويعني اوكي اكيد هي ماكلها 24 ساعة سمك، بس يعني تعرفون هاي الاشياء، هو لما حد يجيكم لو سمك لو دجاج لو لحم لو ما اعرف ايش، اني اختاريت السمك بما ان هي اصلا تحبه، فقلت خل اسوي السمك اليوم ان شاء الله. طبعا اول شي بلشت بيه نقعت التمن، غسلته غسله زينه ونقعته. قلت شنو حتى بين ما كم يعني نتنظف السمك ونحط بالفرن، هو منقع تنقيعه زينه. مثل ما تشوفون حبايبي، طبعا اول شي حطت اختي السمك بالفرن بالصينية مال الفرن، وحطينا عليه ملح، وبعدين حطيناه بالفرن. وطبعا تعرفون اكيد ورا هذا كله لازم السنج ينغسل غسلة زينة، لان تعرفون باع السمك وهاي الامور. ورا ما حطيت السمك طبعا بالفرن، بلشت بالتمن. تعرفون التمن ما يعني يصير اول الناس، اكيد اخر شي يصير، على مود يبقى حار وطيب، لين ما ينحمي مثل مثلا اي مرقة او شي، تعرفون بعد. طبعا حتقولوا لي حطيت الزيت هواي، بس والله هم يعني احنا هيك نحب التمن الاحمر بالذات، واصلا اذا صار ناشف يعني بدون زيت يصير مدري شلونه، وما حد ياكله وما حد راح يعجبه اصلا. فشنو احنا نسوي اللي يعجبهم واللي يحبونه، حتى شنو ياكلونه ويخلصون. يعني انا ابد ما احب اكل يبقى حد يقول شنو قوه قوه ياكلون كل شيء. اي والله ما اعرف ليش ما احب الاكل يعني يزود او شيء هيك، اتمنى من اسوي اكل هيك كله يخلص. مثل ما شفتوا حمست المعجون حمسة زينة، يعني حمسة كل زينة، المعجون لازم ينحمس. حطيت التمن وهم رجعت قلبتن سوا، وبعدين مثل ما شفتوا حطيت المي. طبعا هنا بلشنا بالسلطة، واختي قالت اني اسوي سلطة، والله ما ردت يعني خطية تقعد تشتغل هاي، بس هي حبت عاد يعني قلت على راحتك، وهم يعني شوي ساعدني اكيد طبعا. خطية ما عافتني والله ابد، مع انه ما كان يعني عندي هواي اشياء، بس تعرفون بعد يعني الخوات نحتاج نحكي الله يخليهم ويخلي ان شاء الله كل اخت خواتها. المهم المهم حبايبينا، طبعا اكثر شيء اعشقه الطماطة والبصل ويا السمك، كان شوي كان اي شي واتفر اعشقهن. زين كلش طيبات، اطيب حتى من السمك او من الدجاج او من اي شي. انتو هم تحبوهن لو؟ بس اني يعني ما اعرف كلش احب هاي يعني الطماطة والبصل، يعني شوي كلش اعشقهن. المهم حبايبي، مثل دا تشوفون هنا اختي طبعا دا تسوي الزلاطة، وزين عاشت ايدش طبعا اختي، ها وشون جمال الزلاطة تعرفون بعد اخر عنقود عيني لازم ندلع ونسوي. اكيد بكل بيت هسه موجود الاخر عنقود اللي يكون مدلل من الاماية. حبايبي مثل شفتوا بالثلاجة، ها القفل مال الثلاجة حاطيه، تعرفون من ورا بنوتي، بس هاد كنا حاطين وحدة قديمة، فما دا اعرف شلون اوخرها. اذا احد يعرف يا ريت يكتب لي شلون اوخرها، لان صار حيل نشاز وما اريد اشخط الثلاجة من وراها ويصير منظرها ما حلو. هنا طبعا حطيت الصلصة، هنا اخذت لون واني حيل انقهرت بصراحة بوقتها، لان اخذت هيجي لون زين، ما ردت هيك تاخذ، يعني احبها مو هيجي، بس المهم صارت بعد الحمد لله والشكر.
المهم الصلصة اللي دائما اسويها اني واللي الكل يحبها، اللي هي ثوم وليمون وشوية معجون وملح وبس، والله تطلع رهيبة. يعني تبقون شو اسمها السمك شوية يستوي، بعدين تحطون الصلصة فوقه، يصير فد شي رهيب. هنا طبعا شوفوا ورا ما كملنا بقى الصفر، الحمد لله خير من الله. وهنا ورا ما كملنا طبعا وخلصنا اكل، اكيد صارت مواعين خطية اختي هنا بوقتها راحت تعدل بالهول وتلملم خطية، هم ابد والله ما عافتني، مع انه ما ردتها كل شي تسوي، ردتها والله تكون قاعدة، بس تعرفون بعد خطية. المهم هنا طبعا بلشت اغسل بالمواعين مثل ما تشوفون، وهي تراني سريعة ها، طبعا اعذروني على الردان مالتي شو صار بي، تعرفون بعد لان ما يغسل مواعين اكيد ما راح يكون بيرفكت اكيد يعني. المهم حبايبي وباعوني هنا، هاي سبحان الله بثانيتين خلصت المواعين، ترى اصلا اني كلش سريعة بالمواعين يعني بغسل المواعين، لا تصدقون هاي الشي. المهم هنا ورا ما خلصنا مواعين وكملنا، باعوا شلون صار المطبخ حلو، بس بقى تكرمون القمامة ان شاء الله اذبها وبس كل شي تمام. هنا طبعا دي يلعبون زين، زوج اختي واختي وابني اكيد لازم وياهم. ورا ما كملنا طبعا اكيد مو قبل بس قعدنا سوينا سهرة حلوة، لا والله بالبداية قعدنا وحكينا وما اعرف ايش، تعرفون بعد من تجتمع اختك يمك تظلون تحبون يعني ما تقومون بس تحجون وما اعرف ايش، هي هاي كل وحدة هيك يعني. المهم حبايبي طبعا والله حيل تونسنا بشكل مو طبيعي، حرفيا ضلينا للصبح. هسه شوفوا من هاتي الفيديو، ضلينا قاعدين للصبح، ويعني حد الساعة 4 تقريبا يلا نمنا. وهنا مثل ما تشوفون نحضر حبة شكلات مع سهرة. طبعا حبايبي انتظروا الفيديوهات ان شاء الله الجاية تكون حلوة كلش وراح تعجبكم، عندي هواي يعني عندي ترتيبات وتغييرات ان شاء الله. طبعا والله كان هذا الفيديو المفروض انه اني اسويه ترتيب وهاي الامور، بس يعني جت اختي قلت خلي اشارككم هذا انا اشارككم يومي، وانا دا اتاخر على الفيديوهات يعني ما اريد يصير ملل، يعني كل يومية مثلا انزل كل روتين ما اعرف ايش ويصير ملل، لذلك انا اخذ لي شي كم يوم يلا اعود انزل، ما اقطع ابد بس اخذ لي فترة يلا انزل حتى ما يصير لا ملل ولا ما اعرف ايش. وهنا مثل ما تشوفون قعدنا قعدة حلوة والحمد لله والشكر، وطلعنا فيلم رادو اكشن، طلعت لهم خوش اكشن باعوا هنا الدنيا صارت صبح، واكيد الحمد لله شكر توضينا وصلينا ويلا نمنا. ولهنا حبايبنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى يا رب الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في امان الله من المقطع الجاي، ومع السلامة.